متذكر وبقدم عرفان وتحية وادعي لك من خالص نية. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم النقاط اللي هتقابلك في هندسة تانية اعدادي هي متوسطات المثلث. انا عارف ان هي تقسم كل منها بنسبة 2:1 من جهة الرأس و1:2 من جهة القاعدة. فلو قلت لك ان من جهة الرأس كانت 4 فاكيد من جهة القاعدة هتكون 2 وهكذا. خلي بالك لازم هيجيلك واحد زي دي واقول لك اوجد محيط المثلث. عايز منك محيط مثلث. مثلث متساوي الساقين. اهم حاجة تعرف ان زاويتين القاعدة متطابقتين. تعرف كمان ان المتوسط الخارج من رأس المثلث ده عمودي على القاعدة وينصفها. تعرف كمان ان في المثلث المتساوي الساقين الجميل اللي عندك لو كان احدى زواياه 60 فانه مثلث متساوي الاضلاع. ومتساوي الاضلاع له 3 محاور تماثل، والزاوية الخارجة عنه بتكون ب120 درجة. هنا هيقول لك خدناها في السنة اللي فاتت اوجد قياسات زوايا المثلث أ ب ج. ازاي بوجدها؟ انا معايا دي 40 يبقى الجيم اكيد ب40 بالتبادل. الباء هتجمع طبعا دول يطلعوا ب90 يبقى اكيد الباء 180 ناقص 90 هتطلع ب90 درجة. عندنا السنة ده يقول لك بقى اثبت ان أ ج اكبر من الألف باء. ازاي بثبتها؟ هقول له بما ان قياس زاوية ب اكبر من قياس زاوية ج يبقى اذا خلي بالك اي مثلث في الدنيا موجود من 3 حروف أ باء ج. فانت هنا الباء عندك ايه اللي ناقصك؟ موجود الباء يبقى ناقصك أ ج. هنا موجود معاك الألف باء اللي ناقص موجود قصد عندك قياس زاوية الجيم فاللي ناقص عندك أ باء. أتمنى لكم التوفيق. تعالوا دلوقتي نشوف معانا محافظة القاهرة. بيقول لك مثلث قائم الزاوية وفيه ضلعين متساويين في أي زاوية ب45. نقطة تقاطع متوسط المثلث تقسم من جهة الرأس. من جهة الرأس يا مستر عارفها 2:1. برافو عليكم. مجموع قياسات الزاوية خارج عن المثلث متساوي الأضلاع لسه قايلينها حالا 120. مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة سبحان الله برضو لسه حالا 180. مثلث متساوي الساقين قياس إحدى زوايا 60 برضو لسه حالا 3 محاور تماثل. معاك أ باء ج ده المستطيل تقاطع قطريه في م. القطرين دي نصف طبعا كل منهما الآخر. لو القطر كله ب8 فالألف ميم اللي هو النصف بكام؟ طبعا هتطلع ب4. أسئلة واضحة ومباشرة يا شباب. أهم حاجة إنك أنت تركز. أكبر الأضلاع طولا في مثلث القائم هو الوتر. تمام. إذا اختلف طول ضلعين في مثلث فأكبرهما في الطول تقابله الزاوية الأكبر في القياس. الزاوية الأكبر في القياس. لو معك أي مثلث في الدنيا فمجموع أي ضلعين فيه أكبر من الضلع الثالث. في مثلث قائم الزاوية طول الضلع المقابل الزاوية 30 يساوي نصف طول الوتر. نصف طول الوتر. ودي لازم هتجيلك كمان في برهان. زاوية القاعدة في مثلث متطابق الساقين أو متساوي الساقين. أيوة الزاويتين مالهم متطابقتان. ركز ما ينفعش تكون متساويتان لازم تكون متطابقتان. في السؤال اللي عندي ده دلوقتي بيقول لي في الشكل المقابل الألف باء بيساوي الألف جيم فكده ده مثلث متساوي الساقين. المثلث باء جيم د متساوي الأضلاع. قياس زاوية أ ب40 عايز منك قياس زاوية أ ب د. في الأول لازم تركز أنت عايز ايه. عايز زاوية أ باء د. عايز الزاوية دي. طب يا مستر ده الزاوية دي نصها في المثلث ده والباقي بتاعها في المثلث ده. فأنا هعمل ايه؟ حدد أي مثلث في الأول يعجبك. مثلا هقول له في المثلث أ باء ج ماله بما أن أنا واخد بالي إن الألف ب بيساوي الألف ج يبقى إذا قياس زاوية باء اللي يا مستر ما حددتش قلت باء أ باء ج عشان هي أصلا واضحة إن أنا قايل له إن في المثلث أ باء ج. تمام. دي مالها؟ أنا عارف مجموع قياسات زوايا المثلث ب180. الألف خدت 40 فباقي المفروض كده 140. طيب ال140 دي هل الباء بس؟ لأ ده باء وج فعشان كده أنا بقسم على الاتنين فتطلع ب70 درجة سميها رقم 1. هروح للمثلث التاني. في المثلث د باء ج ده ماله متساوي الأضلاع. بدل متساوي الأضلاع يبقى قياس أي زاوية فيه بتساوي 60 درجة. طب جت منين يا مستر؟
ان مجموع قياسات زوايا اي مثلث 180 وهتقسمها على 3 يبقى معاك 60 درجة، ودي رقم 2. هتقول له بقى من على جنب كده جديد من 1 و2 ان قياس زاوية ب بمجموع دول، من 1 و2. اذا قياس الزاوية اللي انت عايزها مني ا ب د بتساوي 70 زائد 60 130 درجة. اتمنى اكون فدتكم، ويلا نشوف السؤال اللي بعده. في السؤال اللي بعده بقول لي اثبت ان ا ب لسه حالا عدت علينا. انا يا مستر خلي بالك اي معطى هو مديهولك لازم انت بتستخدمه، ابدأ بيه. هتقول له ان الالف د ده بيوازي ج ب، تمام، يبقى قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية د ا ب بتساوي 40 درجة. وايه السبب؟ بالتبادل. خلاص انا كده عرفت اوصل للزاوية دي وقلت ان هي ب40، وايه السبب؟ طب يا ترى لو عايز قياس زاوية ج، قياس زاوية ج يا مستر ده علامة الزاوية. قياس زاوية ج عبارة عن دي مثلث مجموع قياسات زواياه كلها ب180 درجة. طيب لما يكون عندك الالف ب60 والباء ب40، يا ترى الجيم هتطلع بكام يا مستر؟ يعني هي ال180 وده خد 60 وده خد 40، تبقى 180 ناقص 100 تبقى الجيم ب180 درجة. شوف هو عايز منك ايه، الحاجة اللي هو عايزها دي اكتبها له. اذا خلي بالك، اذا الالف باء اكبر من الف ج. يا ترى بما ان ايه الحاجة اللي كانت قبلها؟ فاكيد يا مستر كان فيه زاويتين، في زاويتين اكبر من بعض. ازاي تعرفهم؟ ركز معايا في الطريقة اللي جاي، لسه قايلينها برضو من ثواني. انت معاك الالف باء، المثلث اسمه ايه؟ الف باء ج، الف باء ج، الجيم ناقص اكتبها فوق. عندك المثلث الف باء ج، الباء هي ناقص اكتبها هنا. بما ان قياس زاوية ج اكبر من قياس زاوية باء، يبقى اذا الالف باء اكبر من الالف ج. انتهت. خلي بالك خطوتين عشان في ناس بتحب تكتب كتير، وخصوصا في البرهان. خير الكلام ما قل ودل. ده السؤال ده البونبونايه بتاعت الامتحان. بيقول لك الالف باء ج مثلث فيه الالف باء ب8، الباء ج ب6، الالف ج ب7. ايوه انت عايز ايه بالظبط؟ رتب تصاعديا. تصاعديا يعني من الصغير للكبير، يعني الباء ج اصغر من الالف ج اصغر من الالف باء، تمام. هو موجود عندك ضلع، يبقى انت لازم هتكتب زاوية، يبقى قياس زاوية اصغر من قياس زاوية اصغر من قياس زاوية. يا ترى ازاي اشوف الزوايا؟ الزاوية مستر باء ج ناقص الالف، الف ج ناقص الباء، الف باء ناقص الجيم. فكرة ناقص ان هو المثلث اصلا الف باء ج، فانا لما انطق الالف ب فباقي الجيم هي اللي ما اتنطقتش. بس ده البونبونايه على نفس الدرجات على فكرة لأي حاجة فيها برهان. في المثال ده بقولك ان الالف باء بيساوي الالف ج، وقياس زاوية د ب25، قياس زاوية د الالف باء 45. عايز منك قياس زاوية ج اللي هي هنا. ففي الاول اي مسألة اتفقنا لما يكون فيها مثلثين حدد المثلث اللي انت شغال فيه. فهقول له في المثلث الف د باء، ايوه قياس زاوية باء دي بتساوي كام يا ترى؟ برافو عليكم، 180 ناقص مجموع دولة 25 زائد 45 هتبقى ب110. 110. طيب الزاوية دي لما تكون ب110 اكيد الزاوية اللي جنبها الصغيرة دي بكام؟ بس دي كده زاوية مستقيمة وزاويتين متكاملتان فقياسهم ب180 درجة. فعلشان تجيب قياس زاوية ألف باء ج فده هتبقى 180 وانت اخدت 110 فتبقى 70 درجة. برافو عليكم. الزاوية دي ب70، ارجع اقول له يا مستر بس انا عارف ان الالف باء بيساوي الف ج، يبقى قياس زاوية باء بتساوي قياس زاوية ج بتساوي 70 درجة. خلصت المسألة. هنا يا مستر انا شايف وعارف ان نقطة م هي نقطة تلاقي متوسطات المثلث، تقسم كل منها بنسبة 2:1 من الرأس والعكس من القاعدة. طيب يعني الميم نقطة تلاقي متوسط المثلث، يبقى الميم ج بتساوي قد الدال م مرتين، فالميم ج ب8. وكمثل يا مستر يعني الميم باء بتساوي 2 من الميم هاء، يعني تطلع ب6 سم. تمام يا مستر انت قلت لي لازم نستخدم الحاجات المعطيات. ايوه علشان كده تاخد الدال هاء منتصفة الالف ب والالف ج على الترتيب. خلي بالك انا ما كتبتش من عندي، هي موجودة فوق هنا تمام زي ما هم تكتبهم تحت. يبقى الباء ج بيساوي ضعف الدال هاء اللي هي 10 سم. ومحيط اي مثلث مجموع اطوال اضلاعه، وهتجمع الاضلاع
8 و6 و10 تطلع 24 سنتي. بقولي لو كان قياس زاوية باء دي بزاوية 90 وده ضلع مقابل للزاوية 30. ركز كده معايا. في البداية خالص اقول له خلي بالك لازم في كل مرة حد المثلث اللي شغال عليه. هشتغل في الاول على المثلث ده، في المثلث الف باء ج. بما ان قياس زاوية ج بتساوي 30 درجة، هو اصلا كاتبها لي فانت ضيفها له تحت. ايوه يبقى ايه؟ يبقى الالف ب بيساوي نص طول الوتر اللي هو الالف ج، وسميها رقم 1. تمام ماشي. التانية برضه هو كاتبها لك، شايف دي زي ما هي اكتبها له تاني هنا. بما ان السين وصاد منتصفة الالف دال والجيم دال على الترتيب. اي انا بالظبط كتبتها. تمام. يبقى اذا السين صاد بيساوي نص الالف جيم. لسه يا مستر قايلنا من ثانية ان الضلع المرسوم بين منتصفين ضلعين في مثلث بيساوي نص طول الضلع الثالث. يبقى السين صاد بنص الالف جيم، ودي تسميها 2. واخر حاجة تقول له من 1 و2. يبقى اذا الحاجة اللي هو عايزها منك السين صاد بتساوي الالف باء. وبكده انتهت معانا محافظة النهاردة. اتمنى اشوفكم على كل خير ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.